السلام عليكم. قائمة جوائز الفيفا. استبعاد رونالدو وحكيمي والركراكي في المنافسة. استبعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من القائمة المختصرة لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السنوية، التي تضم 14 لاعبا للمرة الأولى، ترك ليونيل ميسي وكيليان مبابي على رأس تلك القائمة. وفاز رونالدو بجائزة الفيفا في أول نسختين لها عامي 2016 و 2017، وجاء ضمن القائمة المختصرة في السنوات الثلاث التالية، لكن هذه كانت المرة الأولى التي لم يقع عليه الاختيار حتى كمنافس من قبل لجنة الخبراء المعينة من قبل الفيفا. واحتل رونالدو المركز السابع في التصويت العام الماضي عندما فاز روبرت ليفاندوفسكي للمرة الثانية على التوالي، متقدما على ميسي ومحمد صلاح. انضم النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما إلى نادي النصر السعودي الشهر الماضي، فيما يبدو مؤشرا على غروب شمس مسيرته الكروية مع الأندية الأوروبية. وإلى جانب ميسي، ضمت القائمة لاعبا واحد من المنتخب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم، وهو المهاجم جوليان ألفاريز. وجاء ليفاندوفسكي ضمن القائمة التي تضم 4 لاعبين فقط لم يشاركوا في كأس العالم: كريم بنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2022، وساديو ماني أصيب قبل كأس العالم 2022 في قطر، بينما غاب إيرلينغ هالاند وصلاح لأن بلديهما النرويج ومصر على التوالي لم يتأهلا. وضمت قائمة المرشحين جود بيلينغهام وكيفين دي بروين وأشرف حكيمي ولوكا مودريتش ونيمار وفينيسيوس جونيور. ويتنافس على جائزة أفضل مدرب 5 مدربين هم المدير الفني للأرجنتيني ليونيل سكالوني ووليد الركراكي الذي قاد المغرب ليصبح أول فريق أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، إضافة إلى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، وديدييه ديشامب الفرنسي، وبيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي. ويقوم بالتصويت المديرون الفنيون للمنتخبات الوطنية ومدربون من جميع أنحاء العالم إلى جانب عدد من الصحفيين. ويعقد تصويت عبر الإنترنت للمشجعين، ويمتد حتى 3 فبراير المقبل. وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل يقام بتاريخ 27 فبراير المقبل في باريس. وشكرا على المشاهدة. لا تنسى اشترك في القناة ليصلك كل ما هو جديد. وإلى لقاء وبعد الفاصل.